السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وعافيه. اليوم حبيت نقدم لكم وصفه الرولي، وصفه بزاف مليحه بزاف بنينه بطريقتي. حضرت لكم بطريقه جد مبسطه. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنسونيش من لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس قبل ما نبداو لا فيديو. بسم الله. لهنا كيما راكم تشوفوا راح نبداو في طريقه التحضير. عندي هنا الدجاج مرحي، سكالوب ترحيوه. نحطوه لهنا في ريسيبيون، نحطو عليه شويه ثاني اللحم مرحيه اذا كانت متوفره عندكم. اذا كانت غير متوفره عندكم تقدروا ثاني تستغنوا عنها، ماشي شرط انكم تستعملوا اللحم، يعني تقدروا تستعملوه بالدجاج برك. هنا حبة عندي بصلة. ثاني مقطعه تكون رقيقه ولا ترحيوها، وعندي ثوم، 3 حبات ثوم يكونوا مرحيين. هذو هما المكونات اللي راح نستعملوهم في الرولي. هذا ما كانوش راح نحتاجوا فيه. ومن بعد هنا البنات بعد ما نحط هذه المكونات في بعضهم راح نزيد لهم التوابل. هنا التوابل كما راكم تشوفوا. اولا راح نحط الملح. بالنسبه للملح ضروري انكم ديروه يكون بنين برك، ما تكثرولوش الملح على خاطر اللي جا ملح مش راح يجيكم مليح. عندي هنا الملح، حطيت كميه من الملح. ومن بعد ضفت لها لهنا نص مغرفه صغيره. انا راني ندير طول بالمغرفه كبيره بنات، ولكن انا حنعطيكم المقادير اللي تكون مضبوطه. راح تجيكم نص مغرفه صغيره فلفل اسود. عندنا ثاني نص مغرفه صغيره كمون، ونص مغرفه صغيره فلفل احمر. هذو هما التوابل اللي استعملتهم انا. كما قلت لكم ملح، عندي فلفل اسود، فلفل احمر، وعندي ثاني الكمون. بالنسبه للدبشه لهنا البنات تقدروا تضيفوها، يعني تقطعوها رقيقه وتحطوها. والله اللي ما عندهاش دبشه تقدر انا كيما لهنا انا ما عنديش دبشه، ما قطعتش يعني الدبشه. على هذه حطيت في بلاصتها دبشه بودر، يعني دبشه مرحيه. وعندي لهنا ثاني حبه بيض تكون كامله، حبه بيض نخلطوها معاهم. هنا البيض انا حطيته باه يحكم لي ذاك الرولي ويجي مليح، يعني بعد كي تحطوه يطيب يحكم في بعضه. هنا راني ضفت لها شويه كما قلت لكم دبشه مرحيه. ما كانت متوفره عندي دبشه حشيش عادي، على هذه ضفتها بودر. هنا هذو هما المكونات نخلطوهم في بعضهم. بالنسبه للبصله كما قلت لكم تقدروا ترحيوها ولا تقدروا تقطعوها كما درتها انا لهنا قطعتها برك. من بعد على خاطر كي طيب مش راح تحسوا بها ولا تحسوا بالذوق تاع البصله نهائيا، يعني هي حسلوق البنه فقط. هذا ما كان. نحاولوا نخلطوا هذه المكونات في بعضهم. هنا خلطوهم مليح بهذاك البيض يتخلط لكم في هذاك الدجاج واللحم. ومن بعد كي طيبوا هذاك اللحم يحكم روحه. هنا انا بعد ما خلطتهم كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. لهنا راح نجيبوا ورق شفاف بابي فيلم، راح نحطوه على بلان دو طرافاي اللي راح نخدموا عليه يكون نظيف. المهم انكم تفتحوه ما يكونش يعني مكمش هذاك الورق باه تقدروا بعد تخدموه بكل سهوله. هنا نحط كميه من هذاك الدجاج ونحلوه. حاولوا انكم تحلوه بشكل مربع ولا شكل مستطيل، المهم تكون كميه قد بعضها. حبيت ننصحكم بحاجه، وحاجه اللي راح على بالي كاين بزاف ناس ما ينتبهولهاش ولا ما يديروهاش في الرولي. انا في الخطره الاولى ما صورت لكمش كي حطيت فيه لا شابلور. هذا الاول الرولي هذا ما حطيتش فيه لا شابلور، ومن بعد الثاني حطيت فيه لا شابلور. لا شابلور البنات راح يعطيه واحد الطراوه هكا في الرولي، يجي بزاف مليح. يخليه بنين بنين بنين، واش نقول لكم روعه. على هذا ننصحكم انكم تحطوا له ثاني لا شابلور. انا في اللي بقات لي الكميه تاع الدجاج اللي بقات لي الاخرى حطيت فيها حوالي 2 مغارف كبار لا شابلور. هذه اللهنا ما حطيت لهاش بصح، ولا يعني هو يجي بنين بلا شابلور، وثاني بلا لا شابلور ثاني يجي مليح كيف كيف. ليسونسيال اللي حبيت ديرو اللي ما حبيتش ديرو، يعني انا عطيتها لكم كنصيحه من عندي. هنا بعد ما كملته كما راكم تشوفوا راح ثاني حنحط له الفرماج. بالنسبه للفرماج انا استعملت فرماج للطلاء عادي، تقدروا تستعملوا ذاك تاع الشرائح، يبقى لكم اختياري. كما تقدروا ثاني تخليوه هكذا كرولي ما تستعملولوش فرماج، ولكن من الاحسن انكم تحطوا له فرماج من داخل خير. نحطوا كميه قليله ماناش راح نكثروا بزاف من الفرماج. بهذه الطريقه. ومن بعد لهنا راح نبدا الرولي فيه. نهزوا هذاك البابي فيلم ونسكروه باه تجينا طريقه سهله وتسهل علينا ثاني الخدمه.
لهنا ما حبيتش نقطع لكم الفيديو نهائيا باه تشوفوني كيفاه درتو يعني بالتفصيل. عطيتكم كل المقادير اللي استعملتهم فيهم، وعطيتكم طريقه ثاني. هو يعني طريقه سهله وبسيطه، يعني مش راح تدي لكم وقت وثمثم يوجد الرولي هنا. كما قلت لكم الروليوه بهذه الطريقه. حاولوا انكم تزيروه شويه من بعد باه ما يتحل لكمش الدجاج. هكذا حاولوا تغلقوه مليح بهذاك الورق الشفاف. انا لميته هكذا شوي باه ما يقعدش يعني باه يتلم شويه هكذا ما يقعدش سايح منه من. لميته بيان هكا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد زدت بعد ما كملته لضيته هكذا شوي، ومن بعد زدت حطيته في بابي سولوفان باه ما يتحللناش، ومن بعد يزرب يطيب ثاني. بالنسبه للطياب المناس كما قلت لكم، يا اما تقدروا تستعملوه طيبوه في الفور، ولا طيبوه في يعني تفوروه. انا فورته احسن، يعني هو يجي في الفور ولا يجي في المفور راح يجي كيف كيف. يعني طيبه يبقى كيما بعضه. ولكن انا فضلت اني نديرو مفور احسن. هذه هي الطريقه. بعد ما كملتها كما قلت لكم وحطيتها بابي سيلوفان باه يجي يزرب يطيب لنا. انا كملت بنفس الطريقه الكميه اللي بقات لي، ومن بعدها حطيتها تفور. بالنسبه لطياب البنات كي قلت لكم تحطوه يفور من 20 دقيقه حتى نص ساعه، يعني حتى نص ساعه. يعني تخليوه على نار هادئه وتخليوه حتى وين يفور لكم، يعني حتى يطيب. هنا انا بعد ما طاب راح نشوفوا هكذا بهذا العود راح نشوفوا طاب ولا ها. كي لقيتو طاب وكمل هنا نحيته من البابي سيلوفان ونحيته من الورق الشفاف بابي فيلم. ومن بعدها حطيت في مقله حطيت لها شويه زبده، ما كثرتش، حطيت حوالي مغرفه كبيره زبده. خليتها ذابت ونقصت لها النار. ومن بعد حطيت هذاك الرولي حطيتهم يتحمروا فيه. هنايا راح يدي تحميره خفيفه فقط. هذا مكان اللي ما يحبوش يقليوه، يعني مش حابين حاجه تاع الزيت ولا، تقدروا تخليوه كيما راهو هكذا مفور ثاني راهو يجي بنين، ماشي شرط انكم تقليوه. هنا انا فضلت اني نقلي، يعني باه يدي هذيك التحميره خفيفه فقط. كما قلت لكم نقصوا له النار وخليوه حتى وين يتقلى. يعني غير تشوفوها دا هذاك الاحمرار منه منا في الجوانب ومنا عاودوا نحيوه. كما قلت لكم راهو كلش طايب، تسمى راح نخليوه يتحمر. هذا مكان. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها بعد ما تحمر كما راكم تشوفوا. راني قطعت لكم باه تشوفوا كيفاه جا من داخل، جاي شهي ما شاء الله. نتمنى تنال اعجابكم الوصفه تاع نهار اليوم، وتجربوها وتعطيوني رايكم، وبالصحه والعافيه وفي وصفات جديده ان شاء الله.